تحب تلعب؟ نلعب. يلا نلعب. دي اسمها كونكت فور. حلو. اوكي، بمعنى ايه؟ انت هتختار لون من الالوان وهتلتزم بيه. اوكي، مطلوب منك ان انت تكون يعني تعمل 4، يا اما 4 بالطول، يا اما بالعرض، يا اما بالورب او بالميل. اوكي، انت كل ما هتحط واحده انا هحط واحده فوقك او جنبك، فانا ممكن اعمل لك بلوكينج، فانت لازم تلاقي طريقه ان انت تعمل 4. بس احنا هنلعبها بطريقه مختلفه، هنعمل نفس الكلام بس انا هقسمهم كاتيجوريز. حلو. اوكي، فكل ما هتحط حاجه في واحده من الكاتيجوريز دول هسالك سؤال. حبيت الديب اللي عم بيصير هون. فمثلا انا كاتباهم بس عشان الموضوع بيلخبط. هنختار ان اول واحده افلام ودراما. اوكي، تاني واحده القراءه، تالت واحده السفر، رابع واحده الهوايات، خامس واحده الرياضه، سادس واحده الاكل بما انك سوري يعني، فالمطبخ السوري فظيع، سابع واحده هي السوشيال ميديا. اوكي، اختار انهي لون دلوقتي؟ اخذ الاحمر. يلا ابتدي. احنا قلنا من هنا اول واحد وهنا سابع واحد. اخترت في رابع واحده الهوايات. هواياتك ايه؟ كرة القدم والتغذية البصرية. بمعنى ايه تغذية بصرية؟ اتفرج على ناس بتشتغل نفس شغلي. بتتفرج على ناس. طيب وعندك وقت لنفسك ان انت ما بين شغلك وعيلتك ان انت تلاقي وقت لنفسك تعمل هواياتك؟ مو بكل الأوقات، بس بحتاج اني كل اسبوع العب مرة طابة بهدف فرغ طاقة. للأسف انه الهواية انا كنت اروح استمتع فيها، صرت عم روح قاتل فيها. لانه انت شو في ضغط بالاسبوع بتروح بتطالعيها باللعبة. بس التغذية البصرية كل يوم. كل يوم عندي هاي السكرولينج بالليل، بكون يا على التليفون يا على اللابتوب، بفتح على اشخاص معينين بفرج، طلع عم بتفرج. مشان هيك انا كل فيديو عن فيديو عم يفرق معي اخراجيا وتصويريا، لاني عم غذي بصر. بما انك اتكلمت عن الرياضه فانا هحط جنبك هنا، هعمل لك بلوكينج من هنا. انت بتشجع فريق ايه؟ برشلونه. ولا تناقشيني باي شيء ثاني. بس برشلونه، بس مالكش في الدوري الانجليزي؟ برشلونه والارجنتين يعني. كمنتخبات الارجنتين. الدوري الانجليزي ما بيشغلني يعني. تفتكر انه ممكن تلعب وانا بتسأل، تفتكر ان الرياضه بتقرب ولا بتبعد؟ يعني بتقرب الناس من بعض ولا بتفرقهم عن بعض؟ لطالما ما كانت الرياضه هي محض لقاء الجميع انا بشوفها. فانا بالعكس بحس انه الرياضه قادره كتير تفرق بحياه الانسان اجتماعيا وشخصيا وعاطفيا. انا لما بيخسر برشلونه ما بقدر اتقبل حدا والله. فوت على البيت منكد يعني وبخبر خطيبتي بقول لها ليكي بالنسبه لي انا اليوم خلص هون، اكثر من هيك لا تعطيني. فهي ببلش انه يلا وروق ومدري شو هذا. فبالنسبه لي الرياضه بتفرق بحياتي كثير انا. طب انت دخلت في القراءه. انت بتحب تقرا؟ لا ما بتحبش تقرا. انا بحب اسمع، اتفرج، اقرا لا. اني بس اقرا بدمع، وبس دمعت بنعس، وبس نعست بنام. فخلص ما بنكملش. ما بقرب عليه هلا. مشان هيك بس ثاني وحده قرات اخلص من السؤال تبعك. طيب ندخل. انا برضو هعمل لك في النص لحسن تقرر ان انت تحط في النص مثلا السفر. تحب السفر؟ سافرت فين قبل كده؟ او ايه السفريات اللي انت سافرتها وفرقت معاك؟ اول شيء انا بحب خبرك انه جوازي سوري، فموضوع السفر بالنسبه لنا هو شيء اشبه بالحلم. يعني انت بتقعد تحلمي. سافرت 2014 على السعوديه، عملت عمره، والسنتين الماضيات سافرت على سوريا، رحت وجيت على سوريا. فما عندي دول سافرت يعني عليها، لكن اتمنى يعني مستقبلا عندي طموح انه يتغير الموضوع، نقدر نسافر. يعني بالنسبه لي انا مدينتين بحلم زورهم، او بلدين، اسبانيا وسويسرا. اسبانيا وسويسرا لاني بحب الخضار، بحب يعني سويسرا رايح عليها مشان الهدوء والاستكنان هيك.
عايزه اقول لك ان هي، انا بحس ان هي انفير لبقيه العالم من كتر ما هي حلوه. والله العظيم جميله، حتى بتشبه حتى شوي النرويج، يعني نفس طبيعه النرويج. صح. دورك. دوري. لازم تكون 4 ورا بعض، يعني 4 هيك، يا اما 4 بالطول يا اما بالعرض يا اما بالورب، فانت شوف. اكل. انت دخلت كده في الاكل. والمطبخ السوري انا بعشقه. انت بتحب الاكل ولا ما بتحبش الاكل؟ انا بني ادم كثير باكل. انا في جمله بقولها لرفقاتي، هي وقحه بس حقولها، انه انا وقت الاكل ما بعرف لا امي ولا ابوي، انا كثير باكل بصراحه. مش بيبين عليك. ما هو بحرق، كثير بحب الاكل. ايه اكتر اكله بتحبها؟ انا مكمله بس. الباستا. الباستا. ما انت قلتي مطبخ سوري، انا امي لو تعرف اني ما باكل شيء من المطبخ السوري اصلا. لا يا راجل. يعني انا بالنسبه لي الفاصوليه، الباميه، الكرات امي. جاي بيفضح هنا الموضوع. شو اسمه، بازيلا، الكواج، هي كلها اكلات سوريه ما بقرب عليها. ما بتقربش عليها. بس المشاوي باكلون ايه، بس بالنسبه لي الباستا وبعدها بيجي البيتزا توب. انت ماشي في الحته الايطالي. بس انا عايزه اقول لك ان انا زيك. والله انا زيك هو جدا. كله رايح ايطالي. انا زيك جدا. يلا دورك. السوشيال ميديا لعبتك. انت ايه اكتر حاجات بتحب، يعني ايه المنصات اللي انت يعني مصر ان انت تكون بتتابعها سواء بتنزل عليها او لا؟ هلا اللي اراها قيمه واللي قادره تعطي حق صانع المحتوى هي انستغرام بصراحه. بس للاسف اصبحت منصه تافهه جدا بالاعدادات تبعيتها والخصائص تبعيتها، بشو يبينوا للجمهور، شو ما يظهروا، كيف عم يخفوا الحقائق عن العالم، كيف عم يمسحوا بوستات. فهذا الموضوع كتير عمل فارق حتى بالفترة الأخيرة بموضوع القضية الفلسطينية. صح. نحن ما عاد عندنا القدرة ننشر ولا حتى العالم تشوف، وإذا العالم شافت أنت عم ينضر حساباتك، يعني أنت بمقابل أنك تكون بشيء أنت عم تضر شيء تاني. وللأسف أنه هن أظهروا توجههم بشكل رسمي يعني، فهي بالنسبة لي كانت عملة دروب. فلا أرى أي أبليكيشن حاليا. تعرف أن أنا كنت لسه بفكر في الموضوع دوت، إن إحنا معتمدين اعتماد تام على كل الابليكيشنز اللي بره في شغلنا وفي حياتنا وفي نشر الحقيقة، بس هم they are blocking us، واحنا ما عندناش طريقة تانية، ان احنا ما عندناش الابليكيشنز بتاعتنا ان احنا نطلعها. قال لك ليه ساندي؟ ببساطة نحن العرب ما عندنا ثقة ببعض، والله بكل أمانة. أنت اليوم لما بيجيكي شركة بتصور لك مثلا وإجا واحد أجنبي والله وقال لك مصورين أجانب، أنت عندك الثقة أكثر من لما بيجوكي العرب، بسبب خبرتك السابقة وبسبب اللي عم نشوفه بالدنيا. نحن ويننا هلا اليوم كعرب؟ نحن ويننا؟ ما حدا له وجود. نحن اللهم بالله عم يجمعنا صوتنا كشعب، غيره بس انسي ما في. حتى الشعب عم بيقاتل بعضه. فلهيك للاسف تاسسنا وكبرونا هن، والتطبيقات هي اثرت علينا بانه نحن بلشنا نشوف انه نحن شو بيعملوا الاجانب نحن بنعمل مثلهم. لازم يكون في شيء مرجع، إن هن المرجع، يعني نحن ما لنا مرجع. فاليوم خلي ينطلق اي ابلكيشن عربي ولا اي يمشي، ما بتلاقي هيك فيكي شعور انه دعم عربي ما بدي يساوي. والله هيك بتحسي نفسك من جوا عم تقول لك دعم عربي ما بدي يساعده. شفت مطعم عربي بده يكون ما طيب مثلا، روح على المطعم الفلاني الاجنبي، تقليد للمطعم الاجنبي بس هي هيك، هي هون بس عقليه للاسف كله كبر عليها. فانا اتمنى ان شاء الله هيك يا رب الله يمن على نيو جنريشن اللي تجي وعلى الجيل الجديد نقدر نربيه، بس ما يكون أسوأ من اللي عم نشوفه اليوم. يلا دورك. انا عم همك وبغمك ومهم الكل، ركزت معك على اخر وحده، انا الكلام اخذني. انت خدت بالك ان انا كنت خلاص هكسب. طيب هكمل معاك على السوشيال ميديا قبل ما نرجع هنا، انه تفتكر ان السوشيال ميديا ليها دور في ان هي توصل ثقافه معينه او تغير من طريقه تفكير ناس، ولا it's for fun؟ لا قادره. انا تغيرت عقليتي بصراحه 40% ورا السوشيال ميديا. قادره كتير. بمعنى ايه تغيرت عقليتك؟ لما شفت مثلا كيف الشباب بيرتادوا الجيم
وبيفكروا بطريقه ستريت وبعدوا عن موضوع السهر والبنات وفيديوهات من هذا النوع التحفيزي. هذا اثر علي. صرت انا اي حفله اي شغله ما اروح، حسيته اثروا فيه فعلا. فبهاي الوقت اللي انا بلشت اشوف الموضوع بهذا الشكل اجتني هدايه من طرف ثاني، فانا بطلت اي شيء كنت افكر فيه. فهمتي؟ هي مو راح تكون مسبب اساسي ورئيسي، بس هي قد تكون هي الشعره اللي بتنحط اللي بتقسم شعر البعير. بس لها تاثير كتير كبير، كتير كتير كبير. بتتعامل ازاي مع دورك؟ بتتعامل ازاي كصانع محتوى مشهور مع الناس اللي بتيجي تتعامل معاك؟ يعني بتحس نفسك انك في حاجه اتغيرت فيك لانك مشهور؟ زمان لانه كنت دائما العالم شايفني الكوميدي، فكل ما حدا يشوفني بدي احاول اعطيه الامبريشن تبع انه انا بضحكك. على فكره انه مو بس على السوشيال ميديا بضحكك، انا قادر اضحكك على الحقيقه. بس الوقت الطبيعي هلا لا، بالعكس كثير بنبسط، بحاول احسس اللي قدامي اني انا مهتم اني اعرفك اكثر ما انت تعرفني. حته الغرور اللي بتيجي من الشهره ما ضربتكش؟ لا ارى نفسي مشهور لانه لحد الان انا ارى نفسي لسان الشباب فقط، اني انا قادر اقدم شيء للشباب وللمجتمع، للامهات، الابهات، المجتمع بشكل عام. فما بتوقع انه لانه ما انصنعني بصراحه، ما انصنعني الجمهور، وانا عندي علاقه حلوه مع الجمهور. يعني ماني الشخص اللي عم بستغل الجمهور لهدف معين، لدعاياتي ولا لشيء. انا كل شهرين ثلاثه اعمل لي دعايه اصلا. انا ماني شايف نفسي انا انسان دعائي، انا شايف نفسي قادر في رساله قادر اوصلها، فعم حاول اوصلها للجمهور بشكل ما. ما دخلناش هنا خالص الافلام والدراما، بما انك انت مخرج وبتمثل، ايه الافلام او الدراما او المسلسلات اللي اثرت فيك؟ ذا اوبنهايمر شفته من سنه. انا بالنسبه لي الايدل بموضوع التمثيل هو كوليان مورفي اللي مثل الدور الرئيسي، اثر فيه فعليا. وفي مسلسل تركي اسمه الحفره، هذا نسيت كمان اقول لك، هو اللي اثر معي بموضوع العيله. وانا اي حدا بيشاهد هذا البودكاست وانتم اذا بيعرف الحفره او ما بيعرفه يرجع يتابع. فعلا هو قصته بتحكي عن العيله، فيه كتير دراما اوفر بس عيله، وانا منه استخدمت واخذت الكلمه تبع العائله هي كل شيء. فهو كتير فرق معي واثر فيه بصراحه. الدراما العربيه انت ممكن هنا تعمل على فكره وتبتدي تقرب تخلص. انا ليش مش صاحي مع اللعبه؟ لا ما محتاج تركز معايا، مش معقوله يعني العب واتكلم، لا صعبه. الدراما العربيه بتشوفها فين واصله لغايه دلوقتي؟ بتتابع اساسا دراما عربيه؟ بيحكوا لي ما بتابع. ما بتتابع بصراحه. بكل السنه او بالسنتين ممكن يطلع لك برنامج او فيلم حلو. اللي عم شوفه بالدراما العربيه هزل، قله حياه، قله ادب، شغلات ما لها اي طعمه. قد يكون اكثر ما عجبني بالفتره الماضيه هو مسلسل اولاد بديعه، مع انه في كثير شغلات كمان انا بنقده فيه، لانه كان كثير بيشرح الواقع، يعني كثير فايتين ديب بامور مخله، يعني كثير ديب، وما كان في داعي تظهر للمجتمع. في برنامج ما بعرف اذا عم تشوفوه عم يظهر اسمه نصيب. بنات وشباب تعالوا سكنوا مع بعض ببيت وحبوا بعض، واعطونا كونتنت نحن نتفرج ونستمتع بمدى قله الادب وقله الحياه وقله الدين اللي عم تصير. انو دراما عم تحكي لي عنها الكساندي؟ ممثلين ليكن قاعدين ببيوتهم والله عم يطلعوا على التيك توك. انو دراما عربيه؟ انو دراما حتى سوريه؟ انا اليوم مثلا مرتين ثلاثه وصلني تعليقات ادائك احسن من كثير ناس اكاديميين. انا كان حلمي اكون اكاديمي، انا كان حلمي انزل ادرس معهد العالي للفنون المسرحيه بسوريا، واليوم صير ممثل واطلع، بس ما اجتني الفرصه. عم حاول ممكن عن طريق السوشيال ميديا وصل رساله، كثير ممثلين ما قادرين يوصلوها، او برامج، لانه للاسف ليش اصبحت شو الهدف منها؟ فلوس بس. نغذي عقل المتابع المشاهد؟ لا، نعطي كونتنت للاجيال الجايه، فلوس بس، ونقلد غيرنا. شو العمل التركي نعمله عربي، شو عمل الاجنبي نعمله عربي، بس نحن نخلق شيء نبتكر شيء. لا، استغفري ربك. دوري ولا دورك؟ دورك دوري؟
لا مش شوي انا حطيت هاي. انت حطيت والله كان بدي انصب عليك بس الحق حق. بس انت مش خايف انه الناس صناع الدراما يزعلوا منك وانت يزعل. بتتكلم؟ شوفي كلمة الحق دائما بتزعل. بس احنا عندنا في الوطن العربي ما نقدرش ننكر ان عندنا ناس اساتذه. اكيد. انا دايما بسمي في ناس غول تمثيل، الكلمه دي انا يعني في ناس يعني شاطرين في الحته دي، في ناس مخرجين شاطرين، في مؤلفين شاطرين، بس انت مش شايف ان هم عارفين يقدموا عمل دلوقتي. انا شوفي قلت لك بسنتين بيطلع لك عمل. تمام. وهذا العمل دائما ركزي كل سنتين لما بيطلع عمل حلو ركزي مين الاسماء الموجوده فيه، شو طبيعه العمل اللي طالع فيه. في عالم لا عم تقدم شيء حلو بكل امانه، بس ما هو الرائج، ما هو الدارج بكل المجتمع، السيء المخل. يمكن هي رح يتضايقوا مني لاني انا عم شوف الموضوع بنظر مختلف. عادي، في ناس شايفه انه الموضوع والله حلو وناس مش برامج مختلفه ويه العمى هيك والعمى شو صار والعمى، انا ما بشوفه هيك ابدا، ما بشوفه هيك. فاللي بده ينزعج من كلامي بده يعرف انه الموضوع لامسه، لاني دست له على المكان اللي هو حس انه في نقص فيه بكل امانه. بس الدراما العربيه محتاج انه ترجع، لانه بالسابق كان عندنا كثير شغلات حلوه، نحن دمرنا حالنا بحالنا. صح. كل عام وانت بخير. كسب.